كيرن سأيوب. السلام عليكم. حيث ما تنسيت كرن سأيوب يوم 4 نوفمبر سنة كل 1000 وكليته واليوم دولوا للأخبار قلق لكم كسل فرز أخبار. شعبيات للجماعة دريبات كلا من مات تحرفكم تستخدم تشرحام. حشم شعبيات الذي جحيم ليبيا لنبرة إريتريين مطور حكومتهم وقل بطرو البام. لعبير سكبار سمت أنكم تفاصيل الكلام لكم. عمال قنصليات حكم شعبيات بريطانيا منا اتخارج لنبرة إريتريين من الدريبة تبقى سبكم يجملا وسايكم تركبا واللي أكيفعل اللي قل لا تكاروم كسسهم جهات خطوات قل ننساكم وجيب عدو برلمان بريطانيا ديفيد ألتن شرحام. حكومة بريطانيا كل دول الذي بشمال أوتوبيا دي بحرب أوتوبيا شروك لها لديش إريتريا إقل عن سهب تقلبكم تنحاتم واللي لكم خدمة وطن لتحسب منا تخارج لهلو إريتريين لتنزع درايب كسب من الأتكارم أريتريا الذي بقرا أفريقيا لتستاور حروبات منو قلت بتركم قدل قيم تحارب شمال إثيوبيا بكل حيلتها شارككم هلال التي تهدق أريتريا اقل برنامج عمار وصديت وطن النتيبه لما ندي خارج لنا برو مواطنين للجامعة دريبات كلا من مات كل دي بحاربكم تاويلا تقاريركم الحبرام ولا كيف على اللي يقل إيلك با من نادي بخارج لنا برو مواطنين لتجمع دريبات كلا من ما تقل تتمنى طالبهم شعب إريتريا دي بلن 3 سنوات مسا حدود مثل دول جواري دي بزح حروباتكم شاركام وزهر تاكوس حرب شمال إثيوبيا عند أتافنكم هلا لتأمرم ليبيا لتحرك سفير إريتريا أن بهلالة يمما عيسى أحمد عيسى إقلا ليبيا لنبرو إريتريين منهم إبقى كابل لتعلبوا حودا من الجامعة الذي ليبيا لنبرو إريتريين إتعمار وتقدم وطنهم إقل شاركوا أتفاق أدام لبز حوت ليبيا لهلو إريتريين إقل ممتو ودي ممبرتكم هلو عند الأمر سفير حشم شعبيات عيسى أحمد عيسى كربت إريتريين للحالو فالهلو عند أمشا شامنا مطور حكومتهم اقلب طرات لبل عند خجلت هاقام حشم شعبيات الشبكة الشابية التنشريو خبر لحودام دي باجتماع لحدرو اقل آلاف لسدت منبرة الحال فالهلو إريتريين وكلو عند أتام سلام إريتريين إتليبيا حكومتهم أيدو عند بحلال خبر نشور هلام من جهة شعبية اندهربوا ليبيا مسلحين حشمت وأنفار أمن حكومة ليبيا اللي كل جرائم عند جرأتهم حشم شعبية لقوم نبرند عالم أزي سفير اللي يمما فنا وعذاب إريتريين عند إلهمهم مواطنين حكومتهم أيدو دول بل لحشم الذي بإريتريا الذي برأي الشعب إريتريا اللي يتقولوا قبب لودهتم تم التنسيق كلين سأيوب قولهم دولي على أخبار دي بالله تاهم هلام مثل كلين سأيوب تلي لكم حيث التنسيقنا يوم كل وقت موجود تبعتنا ما تامكم اللينا لا ولا مودنا أكل حكم شعبية إرهابي الهلا قبي اتحنتي لا تبلاريس لا داليز على السيوب
ولا موضوعنا اتفاقية السلام في حكومة فدرالية وجبهة تحرير ويان التجراي ومسألة حقوق شعب إريتريا خصص حقوق وناشد سياسي استاذ ردي عيبو اقل كرين سيوب لها بيتوده متابعتكم مشاركتكم دي بنسان ابقى ولا موضعنا قلنا انبت زعت سيوب زياد حكم شعبيات إرهاب لهاللقبي الوقت اللي إرهاب لي بالمصطلح وإرهاب بالكلمات قلنتي تنتان سمام عامة لكن إرهابي منتو أو صفتنا إرهاب لتوفرت منتو اللي بالسال هالرصوت ممثلتنا إرهابيين لرتبهلو سياسات اجتماعية أيديولوجيات وديانات حقين دو أنف تهديدات واقتطافات ثلاث أفراد مجامع ومجتمع تودو جرائم للجرود قبو أفراد مجموعات وحكومات ما أقول لك بقى قدرهم السياسات ديانات اجتماعيات وأيديولوجيات وبلا مسمسو الأمسمسو ثلاث أبرياء جرائم للجرود كلهم إرهابيين توم زحام منينا إرهاب للي بالمصطلح أفراد أو مجامع ليتان ده لسه قوام أقول حكومات للتبهلات الشعبان شكل إرهاب لشاقيام من إرهاب أقول بروان لحزوم رئيس حتى دولة مسلول للسادة ومجرمين ما من قبام توراتات إرهاب حقا تفرروا إرهابيين توم برئيس قبا إرهابي يكون قلنبولين كدر بحيلة تتحكم من دقصوا سنين الحكمة وقل شعب بسات وحتين لتبوطوا رؤساء صفة إرهاب سبت توفرتهم إرهابيين توم يقل مثل الذي بإريتريا حاكم لألا حكم جب الشعبية كل أشكال إرهاب اللي توفرته حكم إرهابيتهم الذي بشمال إثيوبيا قبل على حرب فنجا إثيوبي نوسو متنتو إريتريين ما دي بالحرب فنجا مأيد ومعارض إنشارك عنا وهلينا حشم شعبيات لمثل جبهة تحرير ويان التجراي لهلا أولو أكر إقل تفدين وبروي سمعوا أقل شبابات إريتريا وأسك بعمر لا تقدموا أباكين دي ترفون التلا حرب مشؤوم شوروكم هلام التلا حرب إريتريين فنجا مأيد ومعارض التقابع متل هلينا وقت بزحام ناشطين الصفحاتهم زمرة ويان الإرهابيان دبيلو كتبه لو إلا متتفاقدنا نايا الشباتة كوريو وانا يتصرات بنبت هيديوكم سلالت بهل لهجيا وياني إرهابية أو إرهابية إيكون اندي يقبين دي إلا علم أكل شعبية إرهابي هلا قبي اندي امبي نفس ناس أولام حنا قبي شعبية تمامي يقل شعب إريتريا اتعقيدتو ولادو ومالو نمتتو لقتطفتو مكرايو الأقويت شعبية تمامي فرور من فراركم إلى عير تمسكبكم إلى تابه مسافر من سفركم إلى قبل قاشاي من عدكم إلى التين وبالعد الشفركم إلى تابه عند وديت أسك الله قل مدة 30 سنة اللومام سب أمر مشايك أغششتي معلمين سياسيين وسابقات مكرايو من داقبيت أسك الله يوم موتو محيولي يدلو من اللي شعبيات لوديت وتوديه اللي إرهاب للأك إرهاب لهلا قبي بيبرأ الشعب الإريتريا اللي كل جرائم إرهاب لوديت إلا زمرة ويانا الإرهابي عندهم به وموصفة للينا ويانيتا مش عبيت وياني للقبو لقبوت مدروم هلو حنا هي لرؤوس سمع إرهاب شعبيت إن كرن ذكريناه اتويانا لن تعد أبو لقب لك بحق الأبنام لقدم كل سنة حكومة فدرالية إثيوبيا إرهابية تبلل على جبهة تحرير ويانا تجراي
إلا تيومات حكومة إثيوبيا طرق أنفا عند جسد اتفاقية السلام مثل إرهابية بالعالات ويعني فرمت الليت اللي كله لكن مهم يكون حنا للهمنا الذي بعدنا لها الإرهابي من نون دام ششنا دي بعدام دون نتعدي مقبل ومودك ملينا أمرام يلينا بهلتوم كل إريتري كنفسه للسأل دي بلا شعب إريتريا اللي كل أكي أفعال إرهاب لوديت شعبيت دي بنتان يقل مدي بعدام نتعرض شعبيت يقل شعب إريتريا مسكوبون دا أمر رسولتهم شبابات قبيل جون دسماتو إذا مهربين البشر لوت قوكا كم بهيمة للزبو اتابحور عند توقعو درار عاسا لقبو السحرة عند تشممو مكرايوم لتقويت واسك إلا مكرايوم قويت لهليت آلاف مواطنين اللي كل جرائم لأجريه الشعبيات من قبي زي الشعبيات إرهابها هلا عندهم به إقلمي اتبعدها من السلبات شعبيات ترأس كل فئات من مجتمع إريتريا بسبب عقيدته توجه سياسته انتماء قبيلته ومنطقته لأفنيته شعبيات أسكلا إقلا تنظيم لمرحو من عباي قيادات إن سممتهم وعادمتهم لقاتلتهم السجن لأبليتهم ومكرايهم لأقويت مجموعات إرهابية تام كإرهاب دولم بل كل صفة إرهاب اللي توفرته الذي بإريتريا حاكم لهلا حكم شعبية من قبي إقلمي حنا إريتريين دي بعدام نتعرض كزيادة حكم شعبية إرهابها هلا عند بلال الأم من إريتريا هلا من قبي معنى إرهابي الأمر أو لك شعبية إقل مدة 30 سنة إريتريا شعب إريتريا لقى إرهاب حتى ما فيها اللام زيادة حكم شعبيات إرهاب لهلا قبي حنتيلة بالرئيس دوليت لعلى الزع السيوف 3 سنة حكم ودي بالله تامة الليل جل جلاله جل جلاله جل جلاله والداعي رب وحمدي شعبنا لثابت إيمانه لكبد ما ياتي تودي رب لك بقديبا مرحة أسمرا رب لك بقديبا مرحة أسمرا أفكورهم من عدنا أسرارهم تأمرا شعبنا أسفروا علمانا قاتلوا وأقشش تآسروا شباب من عدوا أفقروا حكمهم قبقى بمورا وفتحهم هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو هلو لو هلو لو هلو لو بيلا بيلو سأل
حناتو ثورة ودينا ولاتا دقلت بدينا حناتو ثورة ودينا ولاتا دقلت بدينا سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا دقلت بدينا حناتو ثورة ودينا ولاتا دقلت بدينا إريتي عدناتا الذي بولينا نشك النزلنا نتهاجل تاريخنا ناشف يا اللعب ما يوم شهداء لثورتنا يا هو كف ما تكفل نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا نقبل له مدرنا نقبل له قبيلنا أبينا إن استسلم أبينا بدير ما توزعنا كثورة ودينا بدير ما جلبنا كثورة ودينا جلاب فتح جلاب سلام جلاب فتح جلاب سلام 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 كريستيان وإسلام سلام سلام كريستيان وإسلام سلامنا أبي عدالة وعمار أنت النسيل حسين حسي دمار لنا غسل دمر حنات وصفدار حتى تزعتنا كيف ولو ما تفرقار كيف ولو ما تفرقار حتى تزعتنا كيف ولو ما تفرقار كيف ولو ما تفرقار سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا دقلت بدينا حناتو ثورة ودينا ولاتا دقلت بدينا سأل حناتو ثورة ودينا ولاتا دقلت بدينا حناتو ثورة ودينا ولاتا دقلت بدينا ورانت ايدينا اباينا تنجينا ورانت ايدينا اباينا تنجينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطام هلينا هلينا دي ملينا هلينا دي ملينا فاطام هلينا
إيدينا أبايدا تنجينا ورانا إيدينا أبايدا تنجينا اللينا دي ملينا اللينا دي ملينا بطام اللينا اللينا دي ملينا اللينا دي ملينا بطام اللينا Karen Sayop. مرحبا بكم حيثم التنسية كرين سيوب نا يوم قاشاينا حقوقي وناشئ سياسي استاذ ردي عيبو قلق باتون استاذ ردي توده للهيبان أتون حرب أتوبيا لخسس إقلق باتون أتوبيين اتفاقية السلام في الرمام هلو كل اتفاقية الله إقل قبيل أتوبيا وشعب إريتريا ما أهمية با عامة دي بالله بتحت لي اتفاقية السلام توده قلت هبانام استاذ ردي قضية إريتريا قضية دمير تام انت كناشط حقوقي اقول حقوق كفت والسفون دي باللي ابتحالف ابي احمد وسياسة فرقي اشمال توبيا لقبا حرب قضية تقراي تأيد على الكام واللي منا مثل دي إريتريا حاكم لهلا نظام اللي تقلك عداوات لتبقساتو مبدأتو قضية تقراي تأيد بالعالكام لدي إريتريا حاكمت لهلا شعبيات وميدتان حرب دي بوياني لي أيدا إريتري وطني يكون بيلو وبخيانة وصفوم استاذ ردي قلقا وطن ميتو كما إريتريا لتمثل شعباء تعبودية لنبر دولة شكرا راديو سايوب على إتاحة الفرصة. والله الواحد كان نفسه يعني يا ريت يعني الانترفيو بتقرايت اللي جاي واحد يقول لكن بس لا تقرايتنا هي شوية حواني تافع بعربي قلني ده يوتيوب وأخش في الموضوع طوالي. طبعا فعلا وضعنا وضع حرج شديد وتدخل إيساياس في حرب في تجراي أزم المسألة زيادة وكشف حاجات كثيرة كانت مستورة. واليوم في خبر كويس إنه في اتفاقية بين نظام أبي أحمد ويان تجراي، والاتفاقية دي طبعا لسه في بداياتها. والحاجة الكويسة إنه فيها ضمانات من الأمريكان وغيرهم، فاحتمال يعني تمشي لقدام. طبعا كل طرف عامل فيها منتصر، لكن أنا على حسب ما سمعت جزء منها يعني الاتفاقية المكتوبة أو الكم بند اللي كتبوهم، يعني أنا شايف إنه ما الحاجات اللي كانوا مطالبين بها الوياني، لكن لو وقفوا الحرب وقدروا يدخلوا الإغاثة لشعب تجراي يعتبر ده انتصار للوياني. لكن الناس مركزة في نزع سلاح TDF اللي هو قوات دفاع تجراي، وده طبعا يعني
لا يمكن يعني يسلموا سلاحهم كده يعني من غير ما يكون في أمن، أو من غير ما يكون في ضمانات أنه الجيش اللي دخل بقوات أجنبية وتحالف مع تحالف إقليمية وممكن تقول عليها دولية كمان. يعني الحرب على تيغراي المشاركين فيه كانوا عدة دول، إريتريا بقواها، اثيوبيا باقتصادها اللي بنوه هم لأكثر من 27 سنة، دخلت فيه الإمارات، إيران، حتى الأفارقة كانوا واقفين معاهم. فالوضع اللي كانوا فيه التجارو وضع سيء، ومئات الآلاف من التجارو راحوا ضحية الحرب دي، ومئات الآلاف هسي معرضين للمجاعة وللقصف الجوي. وإيقاف الحرب يعتبر يعني نجاح كبير بالنسبة للتجارو، اتليست الناس اللي تعبانة، الناس اللي خلاص يعني على وشك الموت من الجوع، احتمال يعني يحصلوا شوية مساعدات. أما التفاصيل طبعا هتكون لقدام هتتعامل كيف، وإن شاء الله الأطراف دي تصل لاتفاقية ويعم السلام في المنطقة. لكن الإنجليز يقولوا the elephant in the room، يعني الحاجة اللي ما اتكتبت وهي كانت موضوع أساسي في النقاش، هو كان موضوع إريتريا. وكان في تسريبات بتقول إنه الإثيوبيين كانوا دايرين ضمانات من الويانة إنهم ما حيضربوا إريتريا. فما عارف الجيش الإريتري اللي موجود في أخصوم ده حيطلع كيف، واللي موجود في شرا حيطلع كيف، هل وهم طالعين يعني حيعملوا شنو في شعب تيغراي. يعني في حاجات كثيرة ما موجودة في الورق، لكن 10 أيام ما كانت على البنود اللي طلعوها دي. إن شاء الله في الفترة اللاحقة ممكن نمشي نشوفها بالتفاصيل. لكن ده يعتبر خبر جيد، وطبعا الناس حتفسره زي ما هي دائرة، ووضعنا يظل كما كان. يعني إن شاء الله الجيش الإريتري اللي موجود في تيغراي ده يطلع بسلام ويرجع لبلده، ويكون يعني جزء من التغيير اللي دارينه في البلد، يكون يعني يشارك في التغيير في إريتريا، شارك في حرب تيغراي. فنتأمل يعني نتأمل إنه يكون يعني من أداة التغيير في إريتريا، لأنه إيساياس هسي حيكون شايف نفسه إنه هو منتصر، وحيقول العشرات الآلاف الراحوا ديل داحوا من أجل بادمة وما عارف إيه. فيحتاج مننا إنه الناس تلملم بعدها وتشوف حل للوضع في إريتريا. كإريتريا طبعا حقوق الإنسان تعني حاجات بسيطة. حقوق الإنسان في إريتريا يعني المطالبات لو شفتها هي يعني عدم الاعتقالات التعسفية، عدم إنه يأخذوا أولادك وتاني ما تشوفهم، يعني عشان تسافر من مكان لمكان تكون داير تصريح من الحكومة. دي حاجات بسيطة. يعني نحن ما قاعدين نطالب من الحكومة مثلا يعني يكون عندنا نظام صحي، يكون عندنا مدارس، يكون عندنا كده. لا، نحن قاعدين نطالب حاجات بسيطة. يعني الواحد يمشي يشوف أهله ويجي راجع من غير ما يعتقلوه، ولا الأب يربي عياله. أما حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا فيها 30 بند، يعني ممكن نرفعهم في الانترفيو as document، موجودين بالعربي بالتقرينيا بلغات ثانية كمان. ويا ريت يعني لو تترجموها بالتقرايت يكون حلو.
ومفيد. لكن الحقوق دي اتفقوا عليها في جنيفا عام 1948، ويوم 10 شهر 12 كل سنة يعتبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اللي هو اليوم اللي وقعوا فيه البنود 30 دي. ودي فيها يعني شوية نبذة عنها، فيها الحقوق المدنية والسياسية والحرية والأمن والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأمن والتعليم، المأكل والمأوى والرعاية الصحية، وحقوق إنك تعيش في بيئة نظيفة، ويكون عندك حق يعني تشارك في سياسة الدولة وتنضم لمنظمات مجتمع مدني أو تنظيمات سياسية. فدي البنود العريضة. بعد ذلك في حقوق للأطفال، حقوق المرأة، حقوق العمال، يعني بيطلع منها حقوق كثيرة. يعني نحن اللي عايشين في الدول اللي عندها حقوق الإنسان طبعا بناخذ الحاجات دي حاجات كده يعني ببساطة، لكن دي الناس اشتغلوا فيها واجتهدوا فيها، يعني ما بتجي في الفراغ. فمطالبنا نحن كإريتريين أو فهمنا لحقوق الإنسان لما نجي نفكر عن إريتريا بيختلف من العموميات حقوق الإنسان. يعني نحن مطالبنا بسيطة، أو نضالاتنا لحقوق بسيطة. يعني واحد ما يتسجن 30 سنة، ما يشيلوه من البيت ويختفي، ما يقتلوه كده من غير محاكمة. فنحن يعني دارين نعيش بس. الحقوق الثانية دي يعني نحن ذاته ما شايفينها. طبعا وقفتك مع شعب تجراي طبعا دي حاجات بسيطة. يعني ما عشان إيساياس متدخل في الحرب أو كده. طبعا لما إيساياس يكون جزء من الحرب تكون مسألة شخصية، لكن من غير تدخل إيساياس. لو كانوا بس الإماراتيين والأمحرة الإثيوبيين عامة هم اللي كانوا عملوا كده في شعب تجراي، طبعا كنت حقيق مع شعب تجراي. دي حاجة بديهية. الشيء اللي اتعمل في شعب تجراي لو الجماعة ديل كانوا انتصروا بفهمهم هو، يعني كانت هتكون إبادة. يعني شعب تجراي واجه يعني غزو ما عادي، غزو يعني الأشياء اللي تعرض لها شعب تجراي يعني أنا ما بعرف شعب تاني يعني مر بحاجة زي دي في تاريخنا الحالي. لكن يعني وقفتي معهم ما هو عشان هم ضد إيساياس ولا إيساياس اتدخل. إيساياس ده يكون يعني جزء من الحاجة دي، لكن أنا وقفت مع الشعب تجراي لأنه كان مظلوم، والشيء اللي متعرض له كان شيء يعني ما عادي. وبعدين يعني ما أول مرة يعني أنا وقفت. يعني السودانيين لما كانوا يعملوا مظاهرات، أنا ما في مظاهرة ما مشيت لها. المظاهرات الفلسطينيين لما يعملوا مظاهرات نمشي. الأكراد لما يعملوا مظاهرات نمشي. مع أي شعب مظلوم لازم نسانده كمظلوم. أنا كإريتري بعرف الحاجات دي. فما كانت عشان إيساياس اتدخل ولا هم ضد إيساياس وعدوي هو صديقي، لا ما كده. هي مسألة مبدئية. حقوق الإنسان لا تتجزأ. يعني حاجة أنت ما ترضاها لنفسك ما ترضاها لناس تانيين. خليك من السياسات الكلام اللي بيتقال والجماعة ديل وكانوا ناويين وكانوا عاملين. يعني تخيل المسألة دي، الناس اللي كانوا مستفيدين من الويانة من قريب من بعيد
ديل الناس اللي وقفوا ضدهم. بالعكس الناس اللي ما كان عندهم علاقة بوياني، الناس اللي ما استفادوا من وياني ولا شيء، هم اللي وقفوا مع الوياني. يعني الناس اللي كانت تتبرع بقروش وترسلها للتجارب، دي ناس ما عندها علاقة، يعني بعد منهم حتى ما مر بتجراي. فالمسألة هي مسألة إنسانية بحتة، وما عندها علاقة بسياسة، مع إنه صعب إن الواحد يقول ما عندها علاقة بالسياسة، لكن ما عندها. والناس اللي وقفت اللي كانت مع النظام دي وضعها معروف، لكن لو شفتها من أقصى اليمين لأقصى الشمال اللي كانوا متطرفين في المعارضات الإريترية، مثلا الأغازيان وغيرهم، وحتى بعد التنظيمات الإريترية كلها اتفقت إنها تقيف مع السياسة. يعني حتى أنت لما تشوف الكلام اللي بيقوله تسفاسيون رئيس بتاع الأغازيان واللي بيقولوه بعد الإكس معارضين اللي كانوا معارضين إريتريين متطابق، يعني اتفقوا مع تسفاسيون، وحاجة كده تحير. فأنا وقفتي مع شعب تجراي موقف إنساني، موقف أخلاقي، موقف يعني ما أكتر من كده. بصراحة النظام وأتباعه، أتباعه القدام وأتباعه الجدد، يعني ما يعني هم مين عشان يقولوا ده وطني وما وطني؟ بالعكس الوطنية دي لا واحد يديك ليها ولا واحد يقدر ياخدها منك. يعني الوطن ده يعني الواحد بياخده الوطنية دي يعني ما تقدر تديها لواحد وتاخدها منه. وبعدين النظام الإريتري هو أكبر مهدد وأكبر عدو للشعب الإريتري. يعني أنا ما أقدر، يعني ما في حاجة تجمعني مع النظام هذا، لا حربه في تجراي ولا حربه مع اليمن ولا حربه مع جيبوتي. النظام يعتبر العدو الأول للشعب الإريتري، فأنا لا يمكن أرضي النظام عشان أنا أكون إريتري. ولا الناس اللي بيقولوا ده الوطن مهدد، لا، الوطن مهدد من النظام. يعني ما الويان اللي سجنين شيوخنا والقساوسة وأولادنا والصحفيين، الجماعة دي كلهم معتقلين أو اختفاء قسري من النظام الإريتري. ونحن بالمناسبة مع النظام الإريتري ده خسرنا يعني أراضي كثيرة بسبب النظام هذا. حنيش دي أراضي إريترية ما فيها 2-3، لكن عن جهية النظام خسرنا حنيش. حتى الناس بتقول لك بادمة وما بادمة أرض إريترية أصيلة، دي ما كان فيها 2-3، لكن النظام هو اللي تركها للوياني في 82. أوكي، وهسي رجعت كويس. لكن في أراضي يعني قرى كثيرة في اتجاه كولوغزاي دي أصلا يعني أراضي إريترية ما متنازع عليها بالتحكيم، مشت لتجراي. فالنظام ما في وضع إنه مثلا يوزع فيه سكوك الوطنية وأتباعه. فدي المسألة دي أنا ما عندي فيها أي إجابة. فمعليش يعني لو ما رديتها على السؤال إجابة مقنعة، لكن النظام ما وأتباعه القدام والجداد يعني ما هم في وضع يعلمون الوطنية هي شنو، ولا المواطن هو مين والما مواطن مين. يعني لو مشينا بكلامهم يعني نص الشعب الإريتري ما إريتري، لكن هم ما حنديهم الفرصة دي. وأخيرا شكرا لكم، وإن شاء الله يكون عندنا لقاء ثاني. شكرا.
عمدي بك ما بولا شدري كما بولا شدري ليك انت تقولوا رداري لا سكبني قبل يوم لالي حياي بلغنا بالوري لولا تحليت ويسقى دمالي حياي بلغي بالوري تاج كل كبريتالي حياي 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 حلك عمدي بك ما بولا شدلي كما بولا شدلي ليك ادور لدالي لا سكبني قبل يوم لالي بدي كتب من ربي بعلق ونتفتح شكر لو اللابتي أبهموا الألباب سعدي مركب العنصاتي لك معالم لفتي شافوا بقعة سيف ما نوقف قناتي نبات تدول تتهاجل والتمليك وقوها حاجة سويت ولا قوة حسنتكي إلا بلد بعلوري يتخجلي واللي أنا دي قاعدة أنا وحيد باي قبي من دس أمري من يدستري الباب تركيك ما قلي كلام الدلد قلنا بعلوري ولا تحليت قويس قادة مالي هياي بلقي بعلوري الحاجة كلكو قرين دالي هياي 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 حلك عمدي بيكم ما بولا شدلي كما بولا شدلي يديك عندو بلان ندالي لا سكبني قبل يوم لالي نوري مدد صحاتا انوار قبت وذهب بأنتني سفلال بأمواجات كالب لبين كوا سفرو اقلا الليل اتكلم بتهنادك كم شداد لسرتي تتعلم طلوري تتحبب ليلة فتح إلى ركب فات ليكم السرببة إلا بالله يتخجلي واللي ببالي ويتخجلي فتيت حتاسي كونغونا تنبر لي بنباري يتدكلي قوكي حلالة شفاري سراي بازلي شغول أساب السالب عبروني أبيات أشعر السباق للركاب وقلت حسن عند واللي بنيني ورح أبيات مريب وقلت أما حوالة كلك بقوا حديث شو كنا يعني شغول أساب السالب عبروني أبيات أشعر السباق للركاب وقلت حسن عند واللي بنيني ورح أبيات مريب وقلت أما حوالة كلك بقوا حديث شو كنا يعني
تم تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم لعبير سكبار سمت أنحكم تفاصيل التلالة لكم عمال قنصلية حكم شعبية بريطانيا منا اتخارج لنا برؤرتين من نسأل دريبة بقاسبكم يجملا وسايقكم تركبا وإلي أكا يفعل اللي قل لا تكاروم كسسهم جهات خطوة قل ننسوكم وجيب عدو برلمان بريطانيا ديفيد التنشرحام حكومة بريطانيا كل دول الذي بشمال أتوبيا دي بحرب أتوبيا شروك لها ديش إريتريا إقل عن سحب تقلبكم تنحاتم واللي لكم خدمة وطن لا تحسب منا تخارج له إريتريين لا تنزع ضرائب كسب من لا تكارم إريتريا اللي بقرا أفريقيا لا تساور حروبات منو قلت بتركم قدل قيم تحارب شمال أتوبيا بكل حيلتها شارككم الليل اللي تتهدى إريتريا اجل برنامج عمار وصديت وطن النتيبه لما ندي خارج لنا برو مواطنين للجامعة دريبات كلا من مات كل دي بحاربكم تعويلا تقاريركم الحبرام ولا كيف على اللي اجل إيلك با من ندي بخارج لنا برو مواطنين للجامعة دريبات كلا من مات قلت اتمنى طالبهم شعب إريتريا دي بإلا 3 سنوات مسمس حدود مثل دول جواريد دي بزح حروباتكم شاركام وزهر تايكوس حرب شمال أتوبيا عند أتافنكم هلا لتأمرم ليبيا لتحرك سفير إريتريا أن بهلالة يمما عيسى أحمد عيسى إقلا ليبيا لنبرو إريتريين منهم ابقى جابل تعلبوا حودا من الجامعة الذي ليبيا لنبرو إريتريين اتعمار وتقدم وطنهم إقل شاركوا أتفاق أدام لبز حوت ليبيا لهلو إريتريين إقل ممتو ودي ممبرتكم هلو عند الأمر سفير حشم شعبيات عيسى أحمد عيسى كربت إريتريين للحالو فالهلو عند أمشا شامنا مطور حكومتهم إقل بطروت لبل اللي خجلتها قام حشم شعبيات الشبكة الشابية التنشريو خبر لحودام دي باجتماع لحضرو اقل آلاف لسدت منبرة لحالف الهلو إريتريين وكلو عند التمسلام إريتريين إتليبيا حكومتهم أيدو عند تبهلال خبر نشور هلام من جهة شعبية عند هربو إتليبيا مسلحين حشمت وأنفار أمن حكومة ليبيا اللي كل جرائم عند جرأتهم حشم شعبية لقوم نبرند علام أزاي سفير اللي يمما فانا وعذاب إريتريين اللي يلهمهم مواطنين حكومتهم أيدو دول بل لحشم الذي بإريتريا الذي برأى الشعب إريتريا اللي يتلو قبب لودهتهم حيسام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو